السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الفريلانس المقدم من أكاديمية دعم. إن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنراجع على مفاهيم اتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهاتنا اللي فاتت، وهنرسم صورة كبيرة توضح لنا إزاي الدنيا بتمشي على منصات العمل الحر. فخلينا نسأل في الأول، إيه هو الفريلانس أو مين هو الفريلانسر؟ خلينا نبدأ بتصحيح مفهوم غلط. الفريلانسر مش مجرد واحد قاعد على المكتب بيكتب كود أو بيعمل ديزاين. الفريلانسر ده باختصار هو عبارة عن شركة صغيرة انت مدير نفسك فيها، انت اللي بتعمل ماركتنج لنفسك، وانت السيلز اللي بتبيع خدمتك، وانت كمان خدمة العملاء، وفي الاخر انت الشخص التقني اللي بينفذ الشغل. عشان نبسطها ممكن نتخيل النقاش الشاطر هو عبارة عن فريلانسر بالفطرة. بيعمل ايه؟ هو بيسوق لنفسه، بيصور شغله وينزله على الواتساب مثلا او فيسبوك، بيتفاوض مع العميل على السعر وبينفذ الشغل، وبيتابع مع العميل بعد كده عشان لو حد سأله يرشحه تاني ليه. دي نفس العقلية اللي احنا محتاجينها سواء كنت مبرمج، ديزاينر، او اي تراك تاني. ان شاء الله ده اهم فيديو عندنا في الكورس، وده اهم فيديو هنتكلم فيه عن كل حاجة ان شاء الله. عشان كده خليته بالعربي عشان يبقى واضح وسهل الفهم اكتر. عشان ننجح في اللي احنا عايزين نعمله عندنا 3 خطوات. اول حاجه ان انت تعرف تعمل تحليل لنفسك، تعرف امكانياتك انت واقف فين، وعندنا نختار الاستراتيجيه، نحدد زي ما قلنا حددنا المجال بتاعنا، وبعدين نختار المنصه اللي هنركز عليها، سواء انت اخترت مستقل، خمسات، ابورك، اي حاجه. المهم اللي احنا هنركز على منصه. خلينا مثلا نتكلم في الفيديو ده عن منصه ابورك. زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، اول خطوه المفروض نعملها احنا بنحلل نفسنا وبنحلل العميل بتاعنا. اول حاجه لازم نعمل قائمه بالخدمات اللي بنقدمها. وفي تريكايه بسيطه كده، ما نكتبش المسمى الوظيفي بتاعنا الكبير، يعني مثلا ما نكتبش ويب ديفلوبر، موبايل اب ديفلوبر، لا، فكك المهاره دي لخدمات صغيره جدا، لان العميل الجديد بيخاف ياخد الريسك مع حد لسه بادئ في مشروع كبير ياخد شهرين مثلا. لكن لو انت قدمت له خدمه صغيره تخلص مثلا في 3 ايام وسعرها بسيط، هيوافق ويجربك مثلا. بدل ما تقول هعمل لك موقع كامل، لا، قول له هصلح لك المشكله او البج اللي ظهرت عندك في الموقع. وزي ما قلنا احنا يعتبر عملنا لنفسنا سوات اناليسيز، وبناء على التحليل اللي احنا عملناه عن نفسنا هنحدد مين العميل المناسب لينا. وانت هتلاقي على مواقع الفريلانسنج 4 انواع من العملاء. اول عميل بيبقى عباره عن حد تقني او شغال اصلا، يعني مثلا يكون مبرمج زيك او فاهم التقنيه، بس علشان يوفر على نفسه وقت بيوظف حد تاني. فانت هنا تقدر تكلمه بلغه الاكواد وتقول له انا بعرف اعمل كذا، ومثلا عندي، انا خبير مثلا في لغه بي اتش بي، انا خبير في بايثون وبعرف اعمل كذا وكذا وكذا. الشخص ده هيفهمك كده. والنوع التاني من الاشخاص هتلاقيه بزنس اونر او صاحب العمل. ده صاحب البيزنس او الستارت اب، ما يفهمش يعني ايه مثلا نود جافا سكريبت، ما يفهمش يعني ايه رياكت، ما يفهمش يعني ايه فريم ورك. هو كل اللي يهمه الارقام، ما بيفهمش غير لغه الارقام. الموقع ده هيزود مبيعاتك بنسبه كذا، الشغل هيزود المبيعات عندك مثلا 20%، 100%، ايا كان يعني. والنوع الثالث هو الاتش ار. ده بيدور عن الكيوردز او الكلمات المفتاحيه في البروفايل بتاعك. عشان كده بنكتب مثلا في البروفايل بتاعنا انا بعرف اشتغل بايثون، انا بعرف اشتغل بي اتش بي، انا بعرف اشتغل بدون جافا سكريبت. فهو بيخش يدور على الكلمات ديت بالظبط. فانت المفروض او احنا المفروض هنظبط البروفايل بتاعنا بحيث ان احنا ندخل فيه الكلمات المفتاحيه دي. والرابع واحد هو وسيط بياخد الشغل من بلده ويجي يعمله عندك بسعر ارخص. يعني مثلا لو انت مثلا الناس اللي بتشتغل في امريكا عندهم الموظفين مثلا بياخدوا ارقام كبيره، لا، انا اروح اشوف حد مثلا شغال في الصين او شغال في الهند او شغال في اي حته والاسعار هناك تبقى ارخص. فلو انت لغتك ضعيفه فانت المفروض كده هتستهدف العملاء العرب الموجودين على المنصه. ولو انت مثلا حد قوي تكنيكال بس ما عندكش مهارات في البيزنس، تستهدف الشخص اللي هو التقني، وهكذا. احنا كده عرفنا يعني ايه فريلانسنج وازاي نجهز نفسنا. بس السؤال المهم دلوقتي، احنا هنشتغل فين؟ ايه هي الملاعب او الاسواق اللي ممكن نعرض فيها مهاراتنا؟ فهنقول منصات الفريلانسنج بتتقسم ل4 انواع رئيسيه. لازم تفهم الفرق بينهم عشان تعرف انت مين فيهم وتعرف تروح للمكان الصح. فتعالوا نشوفهم واحده واحده. النوع الاول هو البروجكت بيزد او القائم على المشاريع. الفكره هنا ان العميل هو اللي عنده مشكله او طلب، فبيدخل ينزل بوست او جوب بوست يعني، ويقول يا جماعه انا محتاج موقع. والفريلانسرز هنا هم اللي بيروحوا يقدموا عليه. وامثال على كده في منصتين كبار اجنبيه اللي هي اب وورك وفريلانسر دوت كوم. وبالنسبه للمواقع العربيه فده زي موقع مستقل. الميزه هنا ان هو مناسب للمشاريع الكبيره واللي محتاجه تفاصيل واتفاقات بين العميل والفريلانسر. النوع الثاني هو المبني على الخدمات. الفكره هنا الحوار معكوس. انت كفريلانسر انت اللي بتعرض بضاعتك وبتعمل باكج ليها، وتقول انا بصمم لوجو ب $5 مثلا، او انا بكتب مقال ب $10، والعميل هو اللي بيدخل السوق ويختار. والامثله هنا موقع فايفر ده اجنبي، وموقع خمسات ده موقع عربي. والنوع الثالث هو اللي مبني على المنتجات الرقميه. الفكره هنا انت مش بتبيع وقتك ولا خدمتك، انت بتبيع منتج جاهز، مثلا عملت قالب او عملت ايقونات او عملت تصميم
عملت كود جاهز بترفعهم مره واحده، ممكن 1000 عميل يشتروا نفس المنتج وانت ما بتعملش حاجه، انت عملته مره واحده بس، واي حد ممكن يخش يشتريه تاني. الميزه في النوع ده ان هو يعتبر دخل سلبي، وانت بتتعب مره واحده بس، والباقي كله عباره عن ان انت بتبيع نفس المنتج وبتاخد عليه فلوس. والنوع الرابع هو الوظائف عن بعد او الشغل الريموتلي. الفكره هنا ده مش فريلانسنج، ده عباره مثلا عن هو شغل في تقريبا فول تايم، بس انت في البيت بتاعك. يعني مثلا شركه في امريكا عايزه موظف يشتغل معاهم 8 ساعات كل يوم، بس مش لازم يسافر ليهم. هنا ممكن تلاقي مثلا الحاجات دي ممكن تلاقيها على لينكد ان ومواقع تانية كتير شبه لينكد ان وكده، هتكتب ريموتلي وانت هتلاقيها كتير. الميزه هنا ان ده يعتبر استقرار وظيفي وراتب ثابت. دلوقتي خلينا نركز على النوع الاول والاشهر اللي هو المبني على المشاريع زي ابورك مثلا او مستقل. يا ترى العمليه بتمشي ازاي من لحظه ما الفكره تطلع في دماغ العميل لحد ما الفلوس تدخل في جيبك انت؟ فتعالوا نمشي ونشوف المخطط بتاعنا. العميل بينزل المشروع، العميل بيدخل يكتب تفاصيل المشروع ويحط الميزانيه بشكل مبدئي، ولنفترض في المثال بتاعنا ان هو حط $800. الفريلانسرز بيبعتوا عروض او اللي احنا بنسميها بروبوزلز. لما البوست ينزل الفريلانسرز بيخشوا يعرضوا نفسهم، ممكن مثلا يوصل عدد المتقدمين او يوصل عدد الفريلانسرز ل 30 فريلانسر مثلا، كل واحد بيبعت بروبوزل بتاعه ويقول انا اقدر اعمل ده بكام وفي وقت قد ايه. ويجي وقت الانترفيو العميل مش هيقدر يكلم ال 30 كلهم، بيعمل تصفية ويختار مثلا 5 اشخاص بس اللي يبدأ يكلمهم او يعمل معاهم شات عشان يتأكد انهم فاهمين. ممكن في المرحلة ديت الميزانية تتعدل وتزيد مثلا ل $1000 بناء على الاتفاق بينك وبين العميل. وبعد المرحلة ديت العميل بيختار فريلانسر واحد او على حسب هو عايز كام واحد، وبعد كده يروح دافع للمنصة. ودي اهم نقطة امان، عشان قبل ما تبدأ الشغل العميل بيبعت الفلوس للمنصة، بيبعت الفلوس لابورك مثلا. الفلوس بتبقى مش معاك ومش مع العميل، هي محجوزة في النص عشان تضمن حق الطرفين. فلما العميل بيستقر عند واحد بس بيروح باعت له عرض، فالفريلانسر بيجي له اشعار بيراجع التفاصيل ويدوس اكسبت على العرض ده، وكده خلاص هما كده اتفقوا مع بعض. في الحته دي المفروض يكونوا هما اتفقوا مع بعض على كل نقطه في المشروع علشان ما يرجعوش يختلفوا بعد كده. وبعد كده الفريلانسر بيبدا يشتغل على المشروع ده ويرجع يسلمه للعميل بعد ما خلص شغل عليه. فالعميل بيستلم الشغل ويجربه ويتاكد ان هو شغال تمام ومفيهوش اي مشكله. وهنا لو كل حاجه تمام العميل بيقول للموقع ان خلاص العقد تمام وكل حاجه تمام وانا استلمت المشروع وكل حاجه زي الفل. في اللحظه دي لما العميل بيدي الموافقه للمنصه، المنصه بتفك الفلوس من الحجز بتاعها وبتحولها لحساب الفريلانسر، بس طبعا بعد ما تخصم النسبه بتاعه المنصه. وبعد ما كل الحاجات دي تخلص هنا وقت التقييم. العميل بيديك تقييم او كومنت على المشروع، وانت كمان بتقيم العميل عشان الفريلانسرز التانيين يعرفوا هو شخص كويس ولا لا. تعالوا هنا بقى ندخل في الجد، ازاي تظبط البروفايل بتاعك على اب وورك مثلا. اول حاجه الصوره، مش لازم تبقى حاجه فورمال، بس اهم حاجه الصوره تكون شكلها احترافي والاضاءه كويسه ووشك يكون فيها واضح وابتسامه لطيفه، والتايتل او العنوان بتاعك اللي هو مثلا انت شغال ويب ديفلوبر مثلا، ده اهم حاجه بتظهر للعميل. ابدا بالتخصص العام الكبير بتاعك وبعدين اكتب التخصصات الصغيره. مثلا لو انت شغال فول ستاك ديفلوبر بتعمل موقع كامل، فانت اكتب التخصص بالظبط بتاعك اللي هو مثلا ميرن ستاك، وبعدها بالظبط الفريم ورك اللي انت مثلا بتشتغل بيها رياكت والنود جافا سكريبت مثلا. وعلى فكره مثلا موقع ابورك بيسمح لك تعمل 3 اكونتات فرعيه. انت عندك اكونت رئيسي كبير وبيطلع منه اكونتات فرعيه، تمام؟ علشان مثلا انت لو حد شغال مثلا فرونت اند بس بتعرف تشتغل باك اند مثلا، فانت هتعمل بروفايل اللي يظهر فيه التايتل بتاعه باك اند، وبروفايل تاني بيظهر فيه فرونت اند. ولو نفترض مثلا انت بتعرف تعمل مونتاج، فتروح عامل برضه بروفايل تالت تكتب فيه انا بعرف اعمل مونتاج. تعالوا كده نشوف الأمثلة على منصة أبورك للناس عاملة الصورة بتاعتها ازاي والتايتل بتاعهم مكتوب ازاي. فاحنا هنا لو جينا نشوف الشخص اللي اسمه أحمد، الصورة بتاعته كويسة، التايتل بتاعه كاتب إن هو فلاتر ديفلوبر الحاجة الكبيرة، بعدها عمل فلاتر آب، بعدها فلاتر فلو ده جزء من زي فريم ورك كده فلاتر بتوع فلاتر بيستخدموه، وبعدين كتب إن هو بيعرف يعمل الاي اي ابس. نفس الكلام الشخص اللي اسمه طه، الصورة واضحة، الصورة كويسة، الصورة بشكل احترافي. كاتب برضه إن هو مثلا سينيور فلاتر ديفلوبر، بعدها كاتب إن هو بيعرف يعمل اندرويد واي او اس، برضه نفس الكلام بيعرف يعمل اي اي موبايل اب. ولو برضه نزلت عند كل شخص هتلاقي نفس الكلام تقريبا. احنا اخترنا هنا التوب ريتد اللي على المنصة علشان اعتقد هما بيبقوا احسن ناس ممكن نضرب بيهم مثال. ثالث حاجة نتكلم عنها هي الوصف بتاعك. العملاء مش بيحبوا يقروا كتير، فحاول على قد ما تقدر تخليه قصير. هو هنا الشخص اللي اسمه احمد ده هو كاتبه طويل قوي،
بس هو علشان اصلا توب ريتد فدلوقتي تقريبا مش فارقه معاه خالص، الحوار ده مش فارق معاه. النصيحه الاولى ان انت ما تكررش الكلام اللي انت كاتبه في التايتل، تكتبوش تاني في الوصف هنا، انت تكتبه مره واحده بس عشان العميل دخل اصلا قرا السطرين ده، هو لما ضغط على البروفايل بتاعك مش محتاج يقرا تاني في الوصف بتاعك، عشان العميل داخل يقرا سطرين يعرف انت مين وبتقدم ايه وايه الفاليو اللي ممكن ياخدها منك. الشخص اللي اسمه احمد هو كلم العملاء بلغه الارقام، عشان هو حقق ارقام كبيره فهو يقدر يتكلم معاهم باللغه ديت. هو قال له ان هو من احسن 3% موجودين على المنصه، عمل تقريبا 300 وظيفه على الموقع وخلصه. هو تقريبا دلوقتي بيعمل 307 بس هو لسه ما حدثهاش. عنده خبره 6 سنين، خبره 5 سنين، شغال تقريبا 27 ساعة في ال7 أيام. ده مكسبه اللي حققه على المنصة، ده عدد الساعات الشغل اللي هو اشتغلها على المنصة، ده سعر الساعة اللي بيشتغل بيها على المنصة، يعني الساعة بتاعته ب10 دولار. ولو نزلنا تحت هنلاقي السكيلز اللي هو بيعرف يعملها، السكيلز هو كاتبها، دي اللي احنا قلنا بتوع الاتش ار بيحبوا يخشوا يدوروا عليها. هو كاتبها بيعرف اندرويد، فلاتر، اي او اس، نوت، جافا سكريبت، يعرف يعمل اي بي اي، بيستخدم الدارت والفاير بيز. كتب في السكيلز المهارات اللي الاتش ار بيدوروا عليها، علشان لو حد بحث عن طريق السكيلز ديت يظهر قدامهم. رابع حاجه هي البورتفوليو بتاعك او معرض الاعمال بتاعك، ده الدليل المادي على الكلام اللي انت كاتبه عن نفسك. لازم تحط كام مشروع في البروفايل بتاعك، حتى لو انت مثلا شغال باك اند وشغلك كله اكواد، لازم مثلا تكلم حد مثلا صاحبك يعمل لك ديزاين للحاجه بتاعتك بحيث ان انت تظهر حاجه شكلها حلو قدام العملاء. واهم حاجه في البورتفوليو يكون بيثبت المهارات اللي انت كاتبها في السكيلز او اللي انت كاتبها عن نفسك في الاوفر فيو او الوصف بتاعك يعني. الاكونت اللي انا مستخدمه دلوقتي هو اكونت قديم قوي عندي وفيك اصلا ما فيهوش اي حاجه، انا بس بستخدمه عشان اعرض شكل الابورك من جوه، عشان الحاجات دي مش بتظهر الا لو انت عامل لوجن على الموقع. دلوقتي تعالوا نشوف ازاي بندور على وظيفه جوه موقع ابورك. انت لو جيت فوق هنا هتختار جوبس، انا كنت مختار تالنت عشان اشوف الفريلانسرز التانيين واتعلم منهم ازاي يعملوا الاكونت بتاعهم. فانت المفروض في الوظيفه بتاعتك او التراك بتاعك بتخش تبص على الفريلانسرز اللي شغالين وتبدا تحلل البروفايلز بتاعتهم والحسابات بتاعتهم وتشوف هم كتبوا ايه وما كتبوش ايه، وتعرف تطلع احسن شكل للبروفايل بتاعك. فتعالوا دلوقتي نشوف ازاي بنبحث عن وظيفه. احنا مثلا دلوقتي هنختار جوبز ونكتب فلاتر، نتك انتر، فظهر لنا عدد من الوظائف، وظائف كتير كتير كتير. لو نزلنا تحت تلاقي لحد 4 وأكتر كمان. حلو، دلوقتي عندنا إيه؟ هنبص على أول وظيفة، الوظيفة ديت نزلت من يومين، ده الحاجة اللي مطلوبة. هنا عايز موبايل آب يكون فيه فويس اي اي اندرويد واي او اس. هنا العميل ده محقق او حاطط الفيزا بتاعته ودافع قبل كده $2000 على الموقع، والعميل ده من امريكا. كل الحاجات دي لازم تاخد بالك منها، لان مهم قوي تعرف هو حاطط او هو دفع او حاطط وسيله الدفع على الموقع ولا لا، عشان هو لو مش حاطط وسيله الدفع فده يعتبر ريد فلاج عشان تبعد عنه، ممكن يكون نصاب و... وياخد منك شغلك وما يعملش حاجه. هو انت بتخاطر، يعني مثلا العميل ده هو هنا مش حاطط وسيله الدفع بتاعته، فانت احسن ما تقربش منه. وهنا اكيد مش حاطط وسيله الدفع، ما حدش قيمه قبل كده، هو ما دفعش اي فلوس على الموقع، هو كاتب ان هو من امريكا برضه. تمام كده. هنا العميل الأول ده 5 نجوم، الفريلانسرز اللي اشتغلوا معاه مدينه 5 نجوم. هنا تفاصيل التطبيق اللي هو عايزه، كاتب حاطط كلمات مفتاحية للوظيفة بتاعته بحيث إن اللي بيدور يعرف يلاقي هو عايز إيه بالظبط. هنا في البروبوزلز في أكتر من 50 فريلانسر قدموا على الشغلة ديت. هنا أكتر من 5 ل10 قدموا عليها. لو ضغطت على الوظيفة هيطلع لك كل التفاصيل بتاعتها. هو كاتب هو عايز ايه بالظبط، هو عايز دوت فلاتر وفاير بيز، كاتب كل التفاصيل بتاعته. انت بتقرا الطلب بتاعه كله بالتفصيل عشان تعرف هو عايز ايه بالظبط. هنا قال لك هو كاتب ان الوظيفه ديت محتاجه شغل اقل من 30 ساعه في الاسبوع، ممكن تاخد من شهر ل3 شهور، ومحتاج حد متوسط، مش عايزه حد خبير ولا حد مبتدئ، ومحدد سعر الساعه اللي هو يقدر يدفعها. هو حاطط 15 ل $30 لسعر الساعه. السكيلز اللي هو طالبها في المشروع بتاعه، هنا كاتب الشروط ان الشخص او الفريلانسر لازم تكون موجوده فيه عشان يقدم على الوظيفه ديت. موقع اب وورك بيحسب لكل فريلانسر شغال عليه نسبه نجاحه في المشاريع اللي بياخدها، فهو هنا كاتب انا مش عايز حد نسبه نجاحه
أقل من 80%. وهنا لو قريت هتفهم الوظيفة ديّة إيه اللي حصل فيها، أو من بعد اليومين اللي هي نزلت فيه، هنا بيقول لك نزلت من يومين، قدّم عليها 50 شخص. هو العميل عامل interview ل4 أشخاص، وبعت دعوة ل5 أشخاص يشتغلوا على المشروع ده، في 2 من ال5 أشخاص ما ردّوش على الرسالة بتاعته. وبعدين لو نزلت تحت بتلاقي الclient history اللي هو عامل نزّل كام شغل على الموقع ده واتعمل فيهم إيه. فتعالوا كده نفتح الوظيفة ديّة في صفحة كبيرة. أنا ما أعرفش أقدّم عشان الaccount بتاعي أصلًا بايظ، وده account قديم مش شغال. ده الhistory بتاع الشخص اشتغل الشغلانات اللي هو نزّلها زي ما قُلنا. لازم تقرا كويس الclient history بتاع الشخص أو بتاع العميل ده. ليه؟ بتعرف منّه حاجة مهمة أوي لازم تعرفها منّه، لازم تعرف اسمه. فأنت عرفت من هنا اسمه. الشخص ده اسمه أليكس اللي هو منزّل الوظيفة ديّة. وكمان من الcomment ده اللي ده هنا الfreelancer هو اللي ادّى تقييم للعميل، ادّى له 5 نجوم. هو بيقول أنا انبسطت إن أنا اشتغلت معاها. فأنت عرفت إن الشخص ده بنت مثلًا، وعرفت إن اسمها أليكس. المهم جدًا تعرف اسمها، بحيث إن أنت لمّا تيجي تعمل proposal أو عرض ليه، لو أنت كتبت اسمه hi أليكس مثلًا في الأول، دي حاجة بتجذب انتباه العميل وبتخلّيه يقرا الproposal اللي أنت عامله، لإن معظم الناس مش بتهتم بالشخص. فأنت لو ذكرت اسمه، دي حاجة هتجذب انتباهه للproposal بتاعك، وبتزوّد احتمالية إن هو يقراه، لإن الأكيد هو لو قدّامه 50 شخص قدّموا، أكيد مش هيقرا الproposals بتاعتهم كلّهم، لأ هو بيشوف مين اللي جذب انتباهه. ومهم جدًا أول سطر أو سطرين من الproposal بتاعك، لإن ده اللي بيحدد هل العميل هينجذب للproposal بتاعك وهيكمّل قراية فيه والّا لأ. فإحنا لو بدأنا مثلًا الproposal بتاعنا باسمه، دي نقطة لينا، وبتزوّد احتمالية إن هو يكمّل قراية. فلو راجعنا على كل الحاجات اللي إحنا قُلناها لحد دلوقتي، اختار الوظيفة اللي قدّم عليها أقل من 15 واحد. لو لقيت مثلًا 50 واحد قدّموا، هنا الفرصة ضعيفة، وبالذات لو أنت لسه بادئ في الموقع، فأنت هنا بتضيّع حرفيًا فلوسك علشان التقديم على موقع Upwork بفلوس. ولازم تتأكد إن العميل مفعّل وسيلة الدفع، مهم جدًا، ما تشتغلش مع عميل مش مفعّل وسيلة الدفع. وتركاية بسيطة، أنت لمّا تيجي تبحث عن وظيفة، ما تبحثش مثلًا عن أنا كتبت Flutter ودي حاجة مش صح أوي. بالذات لو أنت بادئ، لأ ابحث مثلًا عن مشكلة أو bug، حاجة صغيرة بتحلها. يعني مثلًا أنا أعرف حد كان شغال في شركة، وكان عنده bug في الشركة عنده في الproject اللي هو شغال عليه، وكانت الbug ديّة في تحديث مكتبة هو شغال عليها، وتقريبًا قعد أسبوع يحل في المشكلة ديّة لحد ما حلها. فجه دخل عمل search بسيط عن المشكلة ديّة، ولقى عُملا عندهم نفس المشكلة، فقدر ياخد أول وظيفة ليه عن طريق حل المشكلة الصغيرة ديّة. لإن تقريبًا أصعب وظيفة هتجيبها على موقع Upwork أو أي منصة هي أول وظيفة. وبعد كده الأمور بعد ما تاخد تقييم والدنيا بتبقى أسهل شوية. طيب أنت لقيت الشغلانة أو الوظيفة دلوقتي، هتقدّم إزاي؟ العميل بيشوف منّك 3 حاجات قبل ما يفتح رسالتك: صورتك واسمك وأول سطرين في الcover بتاعك أو الcover letter في الأول سطرين في الprofile بتاعك. فأنت لمّا تيجي تكتب proposal ما تبدأش بHi my name is كذا، عشان هو اسمك أصلًا ظاهر عنده، هو مش محتاج يقرا اسمك تاني. ولازم تدخل في الموضوع على طول، ممكن تعمل hook بحيث إن هو يقدر يكمّل أو تجذب انتباهه. لازم نعمل بحث صغير عن العميل بتاعنا، ننزل زي ما قُلنا في الhistory بتاعه ونشوف الreviews اللي الfreelancers التانيين ادوها له، ونشوف الfreelancers كاتبين عنه إيه في الreviews. فلو زي ما قُلنا إحنا شُفنا الشخص كان اسمه أليكس، بدل ما نيجي نبدأ بعدين الproposal اللي إحنا بنقدّمه أو العرض اللي إحنا بنقدّمه له نقول له hi sir مثلًا، لأ هنقول له hi Alex. ولازم في الproposal تبيّن إنك فاهم العميل عايز إيه بالضبط. العميل عايز يحس إنك قريت الوصف بتاعه كلّه أو قريت الوظيفة بتاعته بالضبط وفهمت، ويعرف إن أنت مش مجرد بوت، عشان في ناس بتستخدم بوتات تقرا الحاجات ديّة وتقدّم على وظائف لا نهائية، وده كلّه أصلًا غلط. لو العميل ده مش موجود على الupwork بس موجود على المواقع التانية اللي هي التقديم فيها مش بفلوس. فلو العميل كاتب في الوصف مثلًا إن هو بيكره التأخير، اكتب في الproposal بتاعك إنك ملتزم ولازم تطمّنه. ممكن تقدم له نصيحة في البروبوزال أو تلميح بسيط للحل، ده بيثبت إن أنت خبير وفاهم هو عايز إيه منك بالضبط. نرجع تاني للslides. زي ما قُلنا العنوان بتاعك مهم، الصورة بتاعتك مهمة، لازم نعمل البورتفوليو بتاعنا كويس، لازم نظهر البورتفوليو بتاعنا، والوصف بتاعنا اتكلمنا عنه برضه. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن 5 حاجات أو 5 مفاتيح
لازم نعملها ونكتبها في البروبوزال او العرض اللي هنقدمه للعميل. اول حاجه التحيه، لما تيجي تكلمه ما تقولهوش هاي سير او الحاجات اللي هي العاديه، لا لازم تدور على اسمه، لان عشان ما يحسش انك روبوت، عشان العميل برضه بني ادم بيحب يسمع اسمه. زي ما قلنا هتنزل تدور في الريفيوز بتاعته في البروفايل بتاعه يعني، وهتلاقي الفريلانسرز التانيين اللي اشتغلوا معاه قبل كده كاتبين اسمه زي ما شفنا. الحركه ديت بتوضح للعميل انك دورت عليه وعارف انت بتكلم مين وبذلت مجهود شويه علشان الشغلانه بتاعته. تاني حاجه لازم توضح للعميل انك قريت المشروع بتاعه كله من اوله لاخره، عشان العميل بيجيله مثلا 50 رساله 40 منهم ما خدوش بالهم هو عايز ايه اصلا. عشان تتميز لازم تثبت انك قريت كل حاجه، بس برضه ما تقولهوش انا قريت I read your project، لا ده كلام انشا. خد حته من كلامه مثلا وحطها في الرساله. فمثلا لو هو قال انا عايز اعمل موقع لمطعم بيقدم اكل ايطالي، هتيجي تقول له في الرساله بتاعتك ايه؟ بما انك بتعمل موقع لمطعم ايطالي انا ممكن استخدم الوان بتعكس الروح الايطاليه. هو هنا هيتاكد 100% انك قريت العرض بتاعه كله او الوظيفه بتاعته كلها. وثالث حاجه لازم توضح للعميل انك اشتغلت على مشروع شبه المشروع بتاعه. مثلا تقول له انا عملت مشروع مشابه لطلبك ده الاسبوع اللي فات ودي النتيجه بتاعته. رابع حاجه تقدم له عرض ما يعرفش يقاومه، عشان بسبب ان السوق ده منافسته عاليه لازم تقدم اغراء يخلي العميل يحس انك صفقه رابحه. فممكن تعمل له ايه؟ تقدم له مثلا تقدم له خصم 10%، تقدم له عرض تقول له مثلا هعمل لك تصميم للوجو ده ومعاه تصميم بيزنس كارد هديه مجانيه. ممكن تقدم له دعم فني للمشروع بتاعه مثلا لمده 3 شهور، يعني بعد ما تسلم المشروع تقول له ليك عندي 3 شهور دعم فني لاي مشكله تظهر في المشروع ده. العروض دي بتخلي العميل يقول هخسر كتير لو ما اخترتش الشخص ده. خامس حاجة والأخيرة لازم تحاول تخلي العميل يرد عليه، لأن دي بتزود احتمالية إن أنت تكسب الشغل ده. فمثلا في البروبوزال بتاعك تسأله سؤال وتخيره بين حاجات، فتقول له تحب الموقع بتاعك بستايل مودرن ولا كلاسيك؟ هو هنا عقله لا إراديا هيبدأ يجاوب. ممكن تعدل على حاجات هو طالبها بس تذكر السبب التعديل ده. فمثلا أنت تقول له الميزانية اللي انت حاططها كذا، بس انا شايف لو زودناها شوية هنقدر نقدم او نستخدم اداة افضل تسرع الموقع بتاعنا، فانت ايه رأيك؟ ممكن تزود حاجة على الطلب او المشروع بتاعه، فتقول له ايه رأيك لو ضفنا زرار واتساب في الموقع بتاعك عشان ده هيزود المبيعات بتاعتك. هو برضه هيفكر ويرد عليك. رابع حاجة ممكن تحذف حاجة من العرض بتاعه او من المشروع بتاعه، فتقول له ايه؟ انت طالب ان انت تستخدم التقنية الفلانية اللي الاصدار بتاعها مثلا قديم، والتقنية دي هتعرض الموقع بتاعك للاختيار، فانا بنصحك بلاش التقنيه دي ونستخدم تقنيه تانية. هو انت هنا خوفته لمصلحته، وده هيخليه يرد عليك عشان يفهم اكتر منك اللي انت بتقوله ده. فلو طبقت الخمس مفاتيح دول ان شاء الله الوظيفه دي هتبقى بتاعتك. في النهايه حابب اقول كام نصيحه صغيره عشان تقدر تشتغل على المواقع دي. خد بالك ان في نصب كتير على المواقع بتاعت العمل الحر، وممكن يكون اي عميل يقول لك تعالى نتواصل على التليجرام، او الكلام ده قبل العقد، او يمكن يقول لك ادفع فلوس تامين عشان تشتغل. ده 100% نصاب، علشان كل الفلوس والتعامل بالفلوس كلها لازم تبقى جوه الموقع. لو طلعت بره الموقع مالكش حاجه عند الموقع مش هيعمل لك اي حاجه، او مش هيحميك، مش هيعمل لك اي حاجه. انت كده خسرت حقك، اتنصب عليك. العقد اللي انت هتعمله بينك وبين العميل لازم يكون دقيق، هتستلم ايه وامتى وبكام، عشان ما يحصلش اختلاف بعدين بينكم. لازم يكون نفسك طويل، ممكن تقدم على 20 او 50 او حتى 100 شغلانه قبل ما تتقبل، وده الطبيعي. والتقييم او الريفيوز في البدايه، التقييم بتاعك ده اهم من الفلوس. اخدم العميل صح عشان الخمس نجوم دول هم اللي هيجيبوا لك الشغل اللي بعده. بالتوفيق.